صباح الفل وصباح السعادة وصباح التفاؤل وصباح كل حاجة حلوة على عيونكم. جمعة مباركة عليكم يا رب يا حلوين. ويلا بينا بقى بترويق وتنظيفات يوم الجمعة. عايزة اقول لكم ان انا بحب قوي روتين يوم الجمعة ده عشان بعمل حاجات اصلا مش بروقها خالص طول الاسبوع. تمام. فقررت كده ان شاء الله ان انا كل يوم جمعة امسك بقى الطرقة كلها اللي انتوا هتشوفوها دي تنظيف بقى، يعني اخليها زي الفل، لان طبعا نظافه قدام باب شقتك بيبقى من نظافه شقتك ذات نفسها. تمام. فبما اننا بره بنبقى حاطين الباسكت بتاع الزباله، ده طبعا غصب عننا، ده قرار من البرج ان احنا نبقى حاطين باسكت الزباله بره. تمام. عشان في ناس كتيره قالت لي انت كده بتاذي جيرانك وما تحطيش بره زباله او كده. لا، هو بيبقى في ميعاد ان احنا نطلع فيه الباسكت بره الزباله، يعني سوري. فببقى دايما بقى لازم انضف بره، فعملت بقى النهارده بفينيك وجنرال، وكمان حطيت معطر. عايزه اقول لكم بجد ان الارض كانت بتتنفس من النظافه. فالمهم ان انا بقى مسكت الارض كلها، عملت الاول كده حطيت الميه، وعايزه اقول لكم ان شويه الميه دول هياخدوا لي كل الطرقه. وجبت المقشه، طبعا المقشه دي خلاص انا خصصتها ان انا انضف بيها بره، عشان طبعا ما ينفعش خلاص ان انا استخدمها جوه يعني في الشقه. وما عملت بقى كل الارضيه بحيث ان لو في اي بقعه او في اي حاجه في الارض وكده تطلع. وجبت برضو المساحه بقى ومسحتها. بس عايزه اقول لكم ان الحته اللي جوه اللي عند البوابه دي كلها نازله كده لتحت، جايه بميل كده، فاهميني؟ فكل ما اعمل الميه الاقيها ترجع تاني، يعني خدوا بالكم كده من على الشمال هتلاقوا الميه اصلا بتسحب تاني كده، بصوا بتسحب تاني كده على ورا. فكل ما بعمل الميه الاقيها رجعت تاني مني. المهم يعني طلعت يعني شويه لحد ما سحبت الميه وعديت من الشقتين اللي هو بتاعتي واللي قدامي يعني. وسحبت بقى كل الميه اللي قدام. عايزه اقول لكم بقى ان البوابه دي عشان في بنات كتيره جدا سالوني بيقولوا لي هو انت ازاي فوق وبتنشري وفي نفس الوقت في بوابه؟ البرج ده 3 مداخل، فما بين كل مدخل ومدخل في بوابه، يعني البوابه الحديد دي اللي فاصله ما بيني وما بين المدخل الناحيه التانية، والبوابه بقى الاخيره اللي انتوا شايفينها في اخر الطرقه هناك دي برضو فاصله ما بيني وما بين المدخل برضو التاني، فاهمني؟ بس لكن احنا فوق في العاشر وده اخر دور، حتى ما فيش فوقينا بقى ادوار ولا الكلام ده، يعني احنا اخر دور. تمام. المهم شديت بقى كل الميه بالطرقه كلها وكده. وعايزه اقول لكم ان انا كنت بجيبها برضو في الناحيه اللي هي على الشمال دي، بحيث ان الميه تيجي برضو فيها وكده. لان زي ما قلت لكم انا كنت حاطه شويه ميه صغيرين يا دوب، يعني لحد ما اسحبهم كده لحد الاسانسير تكون نشفت، عشان يعني ما تنزلش تحت على السلم، وانزل شويه صغيرين بصراحه يعني للامانه. بس كانت خلاص بالنسبه لي كده الدنيا راقت وبقت زي الفل. تمام. هفتح بقى الشباك عشان برضو اهول الطرقة عشان تلحق ان هي تنشف. الشباك ده بيبص على المطبخ وبيبص عندي على اوضه النوم، فانا ما بحبش خالص ان هو يتفتح يعني بصراحة. فدايما بيبقى مقفول يعني، بس انا اصلا اوريدي ببقى دايما مش بحاول ان انا اجي ناحيه الشباك بتاع المطبخ وكده بتاع المنور ده. ولا بحب اصلا افتح شباك اوضه النوم الا يعني لو ههويها كده الصبح وخلاص، يعني عشان لو الولاد نايمين او احنا نايمين او كده ما يبقاش مكشوفين، يعني لو حد فتح الشباك ده غصب عنه. تمام. بس المهم فتحت بقى كل سوري، مسحت كل الطرقه. تمام. هي الطرقه طويله شويه بس بصراحه حسيت بنظافه رهيبه بعد ما نضفت، والله العظيم يا بنات. ولادي بقى لو طلعوا بره لعبوا شويه بالعجل او بالسكوتر او كده بتبقى الدنيا رايقه وفي نظافه كده. وحتى ريحه الفينيك فضلت لحد تاني يوم، الدنيا متعطره كمان، والنظافه كانت بصراحه واضحه يعني. تمام. المهم بقى جبت الفوطه اللي هي بتاعت الارضيات دي، وعملت بيها بقى العتبه برضو، وعملت بيها الحواف اللي هي بتاعت الباب. تمام. مسحتها برضو كويس عشان كان فيها تراب، وانا اصلا اوريدي كنت عامله اصلا الباب بملمع الخشب. فعايزه اقول لكم ان الملمع بيفضل معايا ثابت فتره طويله لحد 6 شهور، وكمان مش بيجي عليه تراب، يعني هو عايز الكمال للتراب، عشان كده ما جيتش ناحيه الباب خالص. مش عارفه بصراحه نزلت لكم هنا عنه ريفيو ولا لا، بس انا عموما اصلا كنت عامله ريفيو عن ملمع الخشب. عايزه اقول لكم ان هو بصراحه تحفه وفعلا طلع فيه مصداقيه، بس الجزء اللي تحت لو تلاحظوا في الباب لسه ما اتعملش، والباب برضو من الناحيه التانية، فان شاء الله مره تانية ابقى اعمله معاكم. خدت طبعا برضو الباسكت اللي بره عشان اغسله واطلعه بقى احط فيه كيسه كده نظيفه واسيبه بقى بره نظيف. تمام. اشيل بقى كل الشوزات اللي مكان الولاد لما جم من المدرسه. عايزه اقول لكم ان اليوم ده بالنسبه لي بيبقى المفروض ان هو يوم راحه، بس برضو بحاول ان انا دايما تبقى ايديا في الشقه عشان ما ترجعش تكركب تاني. بتبقى بس الباك بتاعت الولاد موجوده، اللانش باك بتاعتهم، وكده كده اصلا انا بسيب الباك بره زي ما قلت لكم، مش بدخلها خالص جوه، عشان طبعا بتبقى ساعات الولاد يطلعوا بره يعملوا
الهوم ورك بتاعهم على التيبل هنا، او مثلا بحضر لهم الباك بتاعتهم، فالكتب اصلا بره يعني. فسبت كده كده الباك بتاعت بنتي بره، وهجيب برده بتاعت اياد دلوقتي اسيبها برده بره. وهنضف برده التيبل كويس، عشان زي ما قلت لكم دايما بحب اسيبها نظيفه، مع ان انا عندي على طول الدنيا بتتطرب بسرعه لان انا في العاشر. والادوار العليا على فكره اكتر كمان من الادوار اللي تحت في الموضوع التراب ده، عشان في ناس كتيره بتقولك انت فوق فانت مفيش تراب. لا بالعكس على فكره، انا كل يوم ويوم تقريبا لازم اطوق ولازم امسح ولازم اخلي بالذات البار عندي نظيف وكده. وبرده التيبل زي ما قلت لكم، لان الولاد بيقعدوا هنا على طول. تمام. البخاخه بقى، البخاخه انا بحط فيها يا بنات ميه وبحط فيها معطر بس، مش بحط حاجه تاني. لو انت بقى عايزه تحطي فيها اللي هو ملمع الازاز برده مفيش مشكله، يعني انا عندي اصلا ملمع ازاز كده كريمي، ممكن بعد كده برده بحط فيه شويه بحيث ان هو يديني بقى لمعان حلو قوي. في نفس الوقت برده الملمع ده ما بيلمش تراب، يعني هو بيبقى عازل برده للتراب، فاهميني؟ فبيفضل الازاز فتره طويله بقى ما مش جاي عليه تراب ولا كده ولا بيلم تراب. فان شاء الله برده ممكن برده ابقى احط فيه الملمع ده، بحيث ان انا على طول برده ما اقعدش انضف يعني. تمام. بس كده خلاص لمعت كده كل البار بقى، ارجع تاني افرشه. بصراحه عايزه اجيب هنا مفارش جديده، بس ان شاء الله باذن الله لما اروح اسكندريه ابقى احاول بقى اجيب مفارش جديده ان شاء الله. بشوف هناك مفارش حلوه قوي وشيك واشكالها حلوه جدا، فباذن الله لما اروح هجيب باذن الله. تمام. هطلع بقى انشر شويه هدوم. بحب قوي انزل التندة عشان محدش يبقى كاشفني، وفي نفس الوقت برضو اعرف انشر بقى براحتي، وانا اصلا مش بحب الشمس تيجي على الهدوم كتير، فاهميني؟ بس. وطلعت بقى السجاجيد، كنت برضو غسلاها، دي السجاجيد بتاعه المطبخ كنت غسلاها وكده، فطلعتها بره تلحق ان هي برضو تنشف. يعني تقريبا كانت شبه اصلا يعني ما فيهاش ميه قوي يعني، لاني بسيبها تنزل كل الميه اللي فيها في التويلت، وبعد كده بطلعها بقى انشرها، عشان طبعا لو في حد منشر تحت او كده ما تنزلش ميه عليه. بس هنشر بقى كل الهدوم. كان في بس شويه هدوم كده فوط، لان احنا يوميا الفوط خلاص استخدمت مره واحده، بالذات في الصيف خلاص بشيلها، فكل واحد فينا ليه فوطه، فعشان كده بتبقى الفوط بالنسبه لنا كتير. تمام. بس كده انا كده خلصت، وهدخل بقى على المطبخ برضو اخد له ترويقه كده في التلاجة، عشان بقالي فتره بصراحه ما عملتهاش، وكان بقالي فتره كل ما امسك التلاجة اقول لا انا همسكها النهارده انضفها. عملت الفريزر وعملت الديب فريزر، والتلاجة الوحيده اللي ما جتش ناحيتها خالص، فقلت بقى ده يومها وكده اعمل النهارده التلاجة. زي ما قلت لكم ما تحاوليش على قد ما تقدري ان انت تكركبي على نفسك، اللي هو مثلا النهارده انا قمت هعمل المطبخ كله، لا انت ممكن تنضفي النهارده مثلا شفاطات البوتاجاز وبس، وكفايه على كده. بكره بقى جيبي المطبخ مثلا من جوه، بعده خدي مثلا التلاجة، بعده خدي الديب فريزر، هتلاقي المطبخ بتاعك نضف وبقى حلو جدا، وفي نفس الوقت انت ما تعبتيش. لكن انت هتمسكي كل حاجه تعمليها في نفس اليوم، هتحسي ان صحتك راحت، وهتحسي ان انت بجد مش قادره اصلا يبقى عندك طاقه ان انت تنضفي تاني يوم. والشقه اصلا عموما كده كده بتتطرب، وكده كده بتبقى محتاجه ترويق كل يوم. فزي ما قلت لك كده وانت بتنضفي، خدي النهارده ترويقه سريعه. نشوفوا مثلا عندي الريسبشن بره كان نظيف ما كانش فيه اي حاجه، لاني طبعا كنت منضفاه معاكم امبارح. بس النهارده مثلا ايه، في حاجات بسيطه لحقتها بسرعه، عشان طبعا ما ترجعش الدنيا تتكركب تاني معايا، فاهميني؟ فزي ما قلت لك كل يوم كده خدي لك حاجه، هتلاقي نفسك خلصتي وهتلاقي شقتك زي الفل على طول. ان شاء الله باذن الله. المرحله بقى اللي جايه الدولاب، يعني انا الدولاب ده بالنسبه لي عاوزه كده امسكه قسما بالله، يعني بصوا اجيبه كده من فوق لتحته بتنظيف بقى من فوق، من يعني هخلي الدولاب ده في حته تانية خالص. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه ممكن بقى تكون على الدولاب، وبعد كده بقى تنظيف المطبخ من جوه. انا الاول كنت بجيب واحده تنظف لي وتعمل لي كل حاجه، فما كنتش بشيل هم ده كله، بس بصراحه بحس ان انا اللي بنظف احسن. يعني مهما اجيب حد ينظف لي بحس برضو ان انا بعمل خبايا كده في الشقه كده محدش عارفها، يعني انا اللي بعرف اجيب من الزاويه، انا اللي اعرف اطبق هدومي ازاي، انضف دولابي ازاي، ارتبه ازاي. فكل حاجه كده بحب انا بقيت اعملها بصراحه مع نفسي، وبرضه عشان صحتي ما تروحش وكده واحس ان انا تعبت، فكل يوم باخد حاجه. وبصوا لي بقى على الريسبشن بعد ما نضف وبقى زي الفل. تعالوا بقى ندخل على التلاجة. عايزه اقول لكم ان التلاجة عندي والله العظيم يا بنات، ممكن تكون الناس متخيله ان انا بقالي فتره طويله قوي ما نضفتهاش او كده، بس انا عندي ولادي اصلا ببقى نايمه، لو انا مثلا عامله لهم كريم كراميل او عامله لهم اي حاجه او في عصير في التلاجة او الكلام ده، بيخشوا يجيبوا فبيوقعوا.
فالحاجه ساعات بتفضل تنزل لكل الادراج دي كلها فبتقع على الادراج. كان في بقى عسل مكبوب وكان في جيلي وكان في عصير، المهم ده كله بقى شلته وقلت بقى ايه انضف كل الادراج دي، فغسلت بقى كل ده. وعايزه اقول لكم بصراحه برضو ان هي المفروض كل اسبوع على الاقل خالص بصراحه ننضف التلاجة، يعني مش هسيبها تاني بصراحه توصل للمرحله دي، حتى لو الولاد كبوا عليها حاجه فعلى طول كده اول باول. بس انا ما بعرفش يعني اغسل رف بس، لازم اغسل التلاجة كلها، اللي هو افضيها كلها، حتى لو البيبان او الادراج تحت او الكلام ده كله لازم اشيل كل ده وانضفها وارتبها من اول وجديد. وكان في حاجات برضو عايزه تتحط في اكياس، عايزه تتحط في علب، كان في اكل برضو موجود عايز يتحط برضو في علب او كده، وكنت جايبه طماطم وجايبه خضار وجايبه حاجات وكده، فقلت بقى ايه ارتب كل ده ما كركبش التلاجة على الفاضي وخلاص. تمام. وقررت بصراحه ان انا ما عدتش احط حلل تاني خالص في التلاجة. بصوا الحاجات اللي وقع تحت دي الاصفر ده كان عسل، ده كله كان عسل. المهم خدت بقى الليفه كلها وعملت بيها، وفي ناس قالوا لي غلط انت تعملي بالليفه اللي هي الخشنه دي، انا ما كنتش بضغط قوي يا بنات، بس ما كانش عندي اللي هي الليفه الخفيفه فعملت بيها مؤقت يعني، بس انا ما كنتش بضغط قوي عليها يعني. تمام. بس عملت بقى كل التلاجة ونضفتها وخليتها زي الفل. ومشكلتي برضو ان انا لما باجي احط الدرج اللي هو الاخير ده انا بحطه بيبقى فيه تحتيه ميه، فالمفروض برضو ان انا انشف من تحت الدرج ده عشان برضو ما يعملش ترسبات كده تحتيه. بس خلصت وخليت التلاجة كده زي الفل، وان شاء الله باذن الله بعد كده ايدي هتبقى فيها على طول. عملت برضو الباب كويس قوي، وكنت عامله معاكم طبعا قبل كده الديب فريزر، بس غسلتها بقى بشويه ميه، نزلت بقى كل الميه دي، وكده كده اصلا كنت هعمل الارض وكده، فعشان كده كنت برش يعني ميه وكده. المره الجايه بقى ان شاء الله هعمل معاكم شفاطات برضو، وهقول لكم على حاجه حلوه قوي قوي يا بنات للدهون، تنزل لكم بقى كل الدهون ده في ثانيه، ما تشيليش هم بقى اي دهون تاني بعد الفيديو اللي جاي ده. بصوا بقى رتبت خلاص التلاجة، شوفوا ما بقتش بقى متكركبه من الحلل والحاجات اللي كانت موجوده فيها. هجيب بقى الاكياس، عايزه اقول لكم ان اكياس التلاجة دي بقت ايدي ورجلي حرفيا، بجد بتحافظ على الاكل قوي، ما بتكرفش على الاكل. يعني لو انت عندك سمك او كده وعاوزه تحطيه في التلاجة بتحطيه في الاكياس، بتلفيه طبعا كده بالطبق، وطبعا في احجام كتيره قوي من الاكياس دي. تمام. وتحطيه بقى في التلاجة. برضو في رمضان لو انت عندك عزومه او كده برضو تلفي كل الاكل بتاعك وتاني يوم تسخنيه في الميكرويف، لان اصلا الاكياس دي بتخش الميكرويف. تمام. بصوا بقى هنا برضو كان الفطار بتاعنا، تاني يوم بقى ممكن تشيلي تاني الفول مع البطاطس مع الحاجات دي كلها وتسخني كل حاجه كده في الميكرويف، برضو هتطلع معاكي زي الفل، لان زي ما قلت لكم الاكياس بتخش معاكي الميكرويف. بصوا الكيس اللي فات ده كان الكيس الكبير، تمام، فانا جبت لكم الكيس الصغير بس عشان اوريكم كمان الخامه بتاعته عامله ازاي. تعالوا بقى اوريكم الخامه اللي موجوده في السوق اصلا اللي مش حلوه وخفيفه، هو ده بقى. بصوا الاستيك بتاعه اصلا باين خالص ان هو خفيف اهو، شايفين اللي انا ماسكاه ده الخفيف. بصوا بقى الخامه دي، شايفين بقى واضح ازاي الفرق ما بين ده وما بين التاني، اولا في الاستك، ثانيا في الكيسه ذات نفسها تلاقيها خفيفه. بصوا اللي على اليمين ده دي الخفيفه، اللي على الشمال اللي هي بقى اللي جودتها اعلى، فخدوا بالكم بنات لان في منها خامات. تمام. هدخل بقى ده كله في التلاجة. عايزه اقول لكم ان انا بالنسبه لي طبق الجبنه الرومي ده لازم ينشف من الاسترتش اللي عليه دايما اللي بيتشال ده. بس بصراحه حبيت قوي الاكياس ده كمان مع جبن الرومي، ساعات كنت بحطه برده في اطباق تلاجة، ساعات كنت بحطه برده في كيس تلاجة، فانا بالنسبه لي الاكياس دي بقت عمليه احسن وبقت حلوه. البطاطس برده كانت بتنشف كده مني او بتطرى كده، كانت بتبقى برده مش حلوه. برضو لو تاني يوم سخنتيها او بعد شويه مثلا سخنتيها للولاد مثلا في الميكرويف برضو هترجع زي الفل وحلوه جدا. احسن حاجه الاكياس دي زي ما قلت لكم ان هي ما بتكرفش، يعني الاكل ما بيكرفش على بعضه في التلاجة، فاهميني؟ يعني الاكل بيفضل محتفظ زي ما هو يعني. تعالوا بقى اوريكم الحجم الكبير بتاع السرفيز، وده بقى اللي هينفعني في رمضان قوي. يعني انا لو انا عامله مثلا اكل كتير او كده، محاشي بقى اي حاجه او كده، على طبق السرفيز ده وادخله بقى التلاجة وتاني يوم اسخن في الميكرويف. بصوا بقى عايزه اقول لكم اصلا ان الكيسه ذات نفسها لوحدها ما شاء الله فيها كتير جدا جدا جدا. وده كان يومنا النهارده، ما تنسوش تعملوا له لايك، واستنوا ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.